وسعر مناسب ولا بيبقى دايما للمستثمر الأجانب أو العرب أو اللي جايين، يعني اللي هم في مزج ما بين الإطار السياحي والعقاري، فالسعر بيبقى مختلف، يعني السعر بيبقى متفاوت، الأسعار هنا بتبقى عالية والأسعار هنا بتبقى أقل، ولا الأسعار واحدة، ولا طبقا لزيادة الدولار؟ يعني فهمني. بالنسبة لمصر فالأسعار منافسة جدا وحلوة قوي، لأن عامة المدن الجديدة او الاسعار فيها لما بتبقى في البدايه بتبقى اسعار قليله. لو قسنا بقى الرقم اللي هو بيدفعه سواء بالمصري جوه البلد هنلاقيه بالعمله بتاعته اصلا هو لا يساوي فرق العمله ما بين العمله بتاعت بلده ايا كانت، سواء يورو او دولار او ايا كان. هنا سعره بيبقى بالنسبه له ما حطش استثمار كبير، ما حطش فلوس وخسرها، بل بالعكس ده هو حط فلوس ما اثرتش على الخزينه بتاعته، او ما اثرتش على الاستثمار اللي هو شايله او المبلغ اللي هو محتفظ بيه، وفي نفس الوقت خد حاجه منافسه الناحيه الثانيه بسعر منافس. بالنسبه بقى السعر، معلش بقى ثانيه واحده. أيوة. كده معنى كده ان انت بتقول ان السعر ثابت، يعني احنا التكلفه السعريه على حسب السوق، ومفيش فرق ما بين مستثمر اجنبي جاي يستثمر في الاستثمار العقاري في مصر عن المستثمر المصري، صح؟ طبعا طبعا، ده قولا واحدا. اصل انا النهارده ببيع حاجه مثلا بمليون جنيه، هي الحاجه دي ام 200 الف دولار، هي نفس الرقم. انا في الاخر بتعامل معاك جوه بلد بتتعامل بالجنيه المصري، فانا هاخد القيمه او ما يوازي القيمه دي، مش هاخد منك اكتر عشان انت اجنبي. تكلفه الوحدات عندنا بتبقى اقل من عندهم كتير وفقا لقيمه العمله. طبعا طبعا، ده قولا واحدا يعني. طيب سؤالي بقى، حاسه ان الاستثمار العقاري بقى مرتبط جدا جدا بالاستثمار السياحي بالذات في الاماكن الساحليه، انت شايف ده ازاي؟ انا عشت ده بالفعل بالواقع مع اصدقاء يمنيين. الناس دي بتيجي تقول احنا بدأنا رحلتنا في مصر للعلاج، شويه شويه بقت اقامات، شويه شويه بقت بيزنس. وبالفعل اعرف صديق يمني شخصيه محترمه جدا جدا، وصاحب بقى دلوقتي من صاحب شركه من اكبر شركات التسويق، اللي هو معتمد بس على اليمنيين. هو محتاج ان هو يحس الاجنبي ده ان في حد، لو في حد من جنسيته او من بلده موجود هنا، التراست بتاعته بقت معديه 100%، فهيقدر يشتري براحته في البلد دي، لان خلاص انا النهارده عارف ان اسلام ده في اسلام اليمني وفي اسلام المصري، لا انا هروح اليمني الاول عشان بيثق فيه، عشان من جنسيته، فاللي هو يعني هيبقى واثق فيه اكتر، فهياخد المعلومه بثقه. بالظبط. ده اللي خلانا ان احنا النهارده لازم نبص للسياحه العقاريه عامه، ده نوع من انواع السياحه. ده يعني حقيقي. انا النهارده راجل اجنبي بنزل شرم الشيخ، بنزل الغردقه علشان اقعد مثلا اسبوع 10 ايام وبصرف بالعمله الاجنبيه. طب انا لو جيت ولقيت في مشاريع زي ما بيحصل دلوقتي في الغردقه، هناك في كميه مشاريع على الكورنيش على البحر دايركت بتتبني ضخمه جدا. وفي مشروع احنا بندرسه دلوقتي في نيو لايف جروب ان احنا ممكن نمسك المشروع ده اداره مشروعات كامله. انا لو جيت النهارده بدل ما بنزل كل اسبوع او اسبوعين كل سنه مثلا او كل كام شهر، لا طب ما انا ممكن اخد مثلا غرفه في المشروع ده وتبقى بتاعتي، لو لقيت ان السعر ده ممكن يجي لي على مبلغ معين وبتسهيلات، وفي نفس الوقت اقدر استثمرها بعد كده. هي دي بقى النقطه الثانيه، ويدخل لي دخل، صح كده؟ بالظبط.